فانا مبسوط جدا اللي الفتره دي لو جايبين اللي انت قربت وحازم قرب. طبعا انتوا ولاد النادي ده، وانتوا اللي تعبتوا في النادي ده، وانتوا حاسين. انتوا عارفين ان الزمالك عايز ايه. بس احنا عندنا مشكله في نادي الزمالك يا كابتن، حتى وانت بتحب نادي الزمالك وعايز تساعد نادي الزمالك، في ناس جوه النادي هتشاور عليك برضو، عايزه زي اللي احنا بنقوله واحنا بنلعب واحنا صغيرين. اللي في ناس بتقول لك انت مش هتوصل، انت مش هتروح. في ناس جايه عايزه ميدو وكابتن حازم وتساعد وكل حاجه، والناس دي بقلبها بتساعد لان هم فعلا بيحبوا الزمالك، هم مش محتاجين حاجه من الزمالك، هم بيحبوا الزمالك فعلا. يعني مش بيمثل هو بيحب الزمالك بس. هتلاقي ناس جوه النادي بتحب تعمل ايه يا كابتن، يعني صوره ميدو فوق، لا انا هقعد اكسر في ميدو ليه كده. بس والله شيكا اتعلمت، وانت يعني ربنا يعني تلعب ان شاء الله اطول فتره ممكنه. اتعلمت ايه، ان انا ولا يهمني الناس دي، انا في النهايه بخدم الزمالك مع مرتضى، مع حسين لبيب، مع ممدوح عباس، مع كمال درويش، مع ايا كان مين، انا بخدم الزمالك وتحت امر الزمالك. عايزين نبقى بره، انا بره، بس برضو اليوم اللي اشوف فيه حاجه غلط هتكلم اقول النصيحه، فاهمني؟ فالقصه بالنسبه لي في ناس ما بتحبش كده. لا مش عايزين. في ناس ما بتحبش كده، مش بتحبش النادي الزمالك يبتدي يروح على الطريق الصح. لا احنا عايزين نفضل في الدوامه بتاعه المشاكل محدش بيقعد يقول لك اللي هنا في حاجه غلط فانا عايز اروح اصلحها. ما عندناش كده. انا عايز في ناس عايشه على المشاكل، هم عايزين على العشوائيه بس عشان افضل انا موجود وانا بكسب.